السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صحبة الصحبة الصالحة، أخباركم إيه؟ يا رب دايما في صحة وطاعة. يا ريت اللي أول مرة يشوفنا يا ريت يشوف فيديوهات القناة، ولو عجبتكم اشتركوا وفعلوا الجرس يوصل لكم كل وصفاتنا، ولايك وشير للفيديو الكل يستفاد وناخدوا دعوة حلوة. اللهم تقبل، اللهم اجعله شاهد لنا. زي ما وعدتكم قلت لكم في أكلات جديدة هنعملوها مع بعض، ووصفات جديدة على السفرة المصرية بتاعتنا. هنعمله شغل الشيف براك، شغل مطاعم، شغل عالي ما شاء الله تبارك الله. بجد الطعم تحفة 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 وجديد جدا علينا. هنعمله البورده بلو العراقي والتركي، وطبعا بتشوفوها في مقاطع للشيف براك، وبتبقى ازاي عمل كده وبمنتهى السهوله والطعم بصراحه ما شاء الله تبارك الله. هي عباره عن عجين وكل حاجه جواه، لحمه ومحاشي وطرب او ورق عنب، كل حاجه فيها. انا كنت مستغربه الطعم، بس بجد تحفه تحفه تحفه. الموضوع ما فيه قبليها بيوم كان عندي طرب، كان عندي ريش، كان عندي باي لحمه انت عايزاها، مش شرط اللي انا بقوله ده، بس انا بديكوا الفكره. وكان عندي كمان ورق عنب، وكان عندي ممبار. حش من كل حاجه حاجه، ورحت مطلعه الصنف ده، مفيش اي مشكله، في منتهى السهوله. وكمان قليت حبه بطاطس كده معاها، هما بيقولوا عليها بطاطا. سهله جدا جدا. يلا بينا كده، بسم الله ونسمي ونصلوا على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. كان عندي 3 كوبايات رز، لان انا كنت عارفه ان انا هزود. عندك عايزه رز ني اعمليها. وطلعت كيس لحمه معصجه زي ما قايله لكم، انا بشيلها على طول جاهزه، بتنجز معايا جدا في الوقت. خدت منها ربع كيلو بس، الكيسه خدت منها ربع كيلو بس. تمام كده. هنشوفوا مع بعض كده هنعمله ايه، وفي منتهى السهوله. وسلقت لحمه، هم بيعملوها بلحمه موزه، طبعا بتبقى غاليه جدا. عندك لحمه بالعظم اعملي، عندك لحمه عاديه مكعبات اعملي، اللي عندك ومتوفر عندك اعملي. حطيت كده بس اللحمه معايا عشان انا مطلعاها يعني جاهزه عندي. سخنتها الاول وهتبلها، لان هي الرز بتاعهم بياخد كاري، لانه بيبقى لونه اصفر، وبياخد توابل ايه بقى، بهارات وقرفه وجنزبيل. حطي بقى البهارات اللي انت عايزاها كلها. وكل حاجه هسيبها لكم في صندوق الوصف، لان الحاجات دي كلها عملناها قبل كده مع بعض. تعصيج اللحمه، المحاشي، كل ده عملناه قبل كده مع بعض. وانا مختصره بالفيديو جدا عشان يكون سهل عليكم. ونزلت بالرز ده مستوي، لو ني عادي برضو هتشوحيه مع اللحمه المتعصجه، وتزوديه ايه بقى، شوربه من اللي احنا سلقنا منها اللحمه. لكن انا عشان هو مستوي اساسا هديله بس ربع كوبايه شوربه عشان يتشرب معايا. وكنت في نفس الوقت مع عجينه، وبرضه هتظهر عندكم في الفيديوهات المقترحه في صندوق الوصف، عجينه عيش عاديه خالص، ملح وذره سكر، وكمان دقيق ولبن بودر، وعجنتهم مع بعض. وسبتها تخمر وترتاح معايا. بصوا ما شاء الله تبارك الله. رشه دقيق كده، عندي حاجتي كلها كده جاهزه. رشه دقيق، وهفرد على قد ما اقدر بقى كده. افردي مره بالعرض ومره بالطول زي ما انا مفهماكم، عشان تطلع ايه، دائريه معاكم. وهنفردوها كبيره علشان خاطر ايه، عشان خاطر هنكسو بيها الحله كلها وتغطي كل الحشوه. مش هنعملوها زي العجين التركي اللي قبل كده، الغلاف بس من بره كده، الوش بس، لا هنكسو بيها الحله كلها. تمام حبايبي ما شاء الله. بصوا شايفين العجينه مخدومه ازاي، هسيبها لكم في صندوق الوصف، وهتظهر قدامكم كمان في الفيديوهات المقترحه. فردتها اهي ما شاء الله تبارك الله. شايفين، جبت لكم الكاميرا كلها اهي. واكون مجهزه بقى معايا ايه، حله قديمه كده عندي، شايله المقابض بتاعتها شايفين، ودهناها سمنه. المقابض اهي متشاله عشان بدخلها الفرن، بقلي فيها، بعمل فيها اي حاجه. دهناها سمنه كده، ومعايا كمان ورقه زبده. عندك ما عندكيش ما تحطيش، بس انا ايه عشان احافظ على العجينه بتاعتي. وهدهن برضو ورقه الزبده سمنه برضو. تمام. وعندي بقى حبه لوز كده، هما ما شاء الله تبارك الله بقى بيحطوا بقى تركيا بقى والخليج بيحطوا سنيبر وبيحطوا لوز. احنا ملناش دعوه بالكلام ده. السنيبر ب 600 جنيه و 700 جنيه ناكلوه في الجنه باذن الله. انا حطيت لوز بس كده من تحت، هما بيحطوه في الرز كمان. وبالراحه كده، عايزه تشيلها بالمردانه شيليها، عايزه تشيليها بايديكي شيليها. وهنحاولوا بقى نبيتوها في الحله كلها، بحيث ان هي ايه يعني هتعمل كسوه اسمها بورده. واخدين بالكم الكلمه جايه من ايه؟ تحاولي بقى تنزلي العجين لتحت، بحيث ان هي تكون كاسيه الحله كلها. واحده واحده بالراحه، وتعملي كل حاجه سمي الله بس، بسم الله وتوكلي على الله، هتعملي احلى حاجه باذن الله. شايفين، واحده واحده كده نزليها وبيتيها وافردي، على ان لو هي مشدوده وهتحطي الحشوه العجينه هتتقطع والحشوه يطلع بره. بالراحه كده واحده واحده هتعملي احسن حاجه باذن الله بامر الله.
شايفين بعدل بايدي ازاي ببيتها جوه تحت وبالراحه عشان اللوز هيتحرك منك، ولو اتحرك مفيش مشكله. الحشوه بقى بتاعتي الرز جاهز اهو، كله سخن كله طايب. الرز اهو جاهز معايا يتاكل لوحده. بيحطوا بقى هنا السنيبر واللوز وكده، والطرب مش شرط طرب، ممكن كفته، ولحمه مش شرط لحمه موزه، مش شرط لحمه بالعظم، لحمه مكعبات اللي عندك حطيه. وحبه الورق العنب اللي انا شلتهم من امبارح، وكم واحده ممبار، والبطاطس هما بيقولوا عليها بطاطا، بيقولوا على الرز عيش، وكله بقى على بعضه كده. وطلعنا صنف جديد ودخلت التحدي يعني. هبدأ بقى ارص كده بسم الله. هبدأ احط جزء من الرز تحت وبقية الخلطة في النص. واخدين بالكم؟ سهلة خالص والله. حطيت جزء من الرز وهنزل بقى باللحمة. دي لحمة بالعظم. سبحوا الله، اذكروا الله، استغفروا. طول ما انتوا كده في اي وقت استغفروا. الاستغفار سحر سحر سحر. ما شاء الله تبارك الله. نزلت بقى بالطرب ونزلت بالممبار وورق العنب. اللي هياكلها بقى اول مرة يشوفها عندك على سفرتك هيتفاجئ بقى بكل اللي جواها. ونزلت بالبطاطس وبقية الرز. والفرن عندي شغال. اعملوا حاجات جديدة على سفرتكم، تغيير تحفة ما شاء الله تبارك الله. وزعته كويس قوي. وبصوا بقى هعمل ايه. بالراحة كده بايديا كده هبطط عليه من غير ما ادوس جامد، بحيث ان هو بس تبقى مكبوسة في نفس الوقت ما ادوس جامد. وقفلي بقى باي طريقة انت عايزاها، لان دوه هيبقى من تحت. قفلي باي طريقة. عايزة تشيلي العجين الزيادة شيليه. انا عملته وكنا بنغمسه بيه اللحمة، وما شاء الله تبارك الله تحفة. ريحة العجين مع الرز تحفة. وريحة العجين والخبيث في البيت بركة كده ما شاء الله تبارك الله. شايفين الفرن سخن على 180 ل 200 كده حسب فرنك. وفي نص الفرن هي خدت 45 دقيقة كده وطلعت. مجرد ريحة العيش تشميه كده ان هو استوى. وخدي بالك الا تتحمر من تحت. وهنشوفوا ايه اللي حصل دلوقتي. ما شاء الله تبارك الله. والتحدي لسه شغال انا وولادي. ما شاء الله تبارك الله. سبتها بس شويه تهدى عشان اقلبها. ما كانش عندي سيرفيس كبير يعني، عشان انتي لازم يعني هو بقى ما شاء الله تبارك الله بيمسك عضلاته كده ويقلبها مره واحده. احنا ايه ستات بيوت على قدنا كده يعني. ما كانش عندي سيرفيس كبير اهو. ده اكبر سيرفيس عندي صغير. عشان هقلبها والرز هينزل منها والحشوه تنزل منها لازم تكون فيها ايه زياده، ما تكونش على قد البورده بالظبط يعني. فهحطها كده واقول بسم الله. خدوا بالكم من ايديكم. بسم الله كده واحده واحده اهي ما شاء الله تبارك الله. وسيبيها برضو شويه كده تنزل لوحديها زي ما انا مفهماكم. في اي حاجه تقلبوها اقلبوها وسيبوها شويه. طبعا الكلام ده ما بيقولوهاش شيفات التلفزيون ولا حاجه، بس انا بقول لكم اهو مش مستخسره فيكم حاجه. قلبتها كده ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. بالراحه بقى كده شيلي الورق الزبده ده. انا بس اللي لقيت كام واحده لوز كده كانوا متحركين من مكانهم، وعشان العيش سخن عدلتها كده العجين يعني اتعدلت معايا. بصوا ما شاء الله تبارك الله. تحفه 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 بفضل الله بامر الله. شايفين الجمال. في عزومه بقى هتبقى حلوه جدا وهتبهري اللي موجودين. عدلت اللوز انا خلي بالكم. بصوا بقى لما تيجوا تقطعوا بقى ما تقطعوش في الرز من جوه والحشو. انت بتقطعي العيش بس، العجين بس الخارجي. واخدين بالكم انا قصدي ايه. والله قلت لكم كل حاجه بامانه الله يعني، ما سبتش اي حاجه ما قلتهاش. بالراحه بقى كده شغل الشيف براك بقى ما شاء الله تبارك الله. تحفه 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 والريحه رهيبه. وخليهم بقى ايه يستكشفوا الاكله كده ايه اللي جواها وايه اللي فيها ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى كل حاجه بقى هتبان معاكي كده ما شاء الله تبارك الله. ورق العنب والطرب والبطاطس. اكله جديده على سفرتنا. اعملي وفرحي ولادك وبهريهم كده وزوجك طبعا. وتعبنا تعبنا بس هناخده اجرنا اهو. براك ده ولا مش براك اهي اللحمه بتنزل ومش شرط موزه. ما شاء الله تبارك الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا.
انا بطول في الكلام لاني بقول بشرح وصفة، مش بنقل وصفة، انا بشرح وصفة. اللحمة اهي ما شاء الله طيبة جدا، تحفة بجد، جربوها تعجبكم. وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى جروبنا بإذن الله تستفادوا، وشوفوا فيديوهات القناة. لو عجبتكم اشتركوا ولايك وشير، لايك وشير، ناخدوا دعوة حلوة. الدال على الخير كفاعله. كل واحدة هتعمل الوصفة دي وهتعجب زوجها وهتدخلي القلب على قلب مسلمة السرور، هتاخدي ثواب. بصوا العظم ازاي بيتشال كده ازاي.